الاختيار السيء والاختيار الناشئ من الطمع عند الزوجة أو عند الزوج، وسرعان ما ينهار هذا الاختيار بعد أن يظفر كل منهما بحاجته من الطمع. بيت، أموال، ذهب، هذا هو الدافع للزواج. فإذا لا يوجد أساس صحيح لبناء هذه العلقة. وقطعا إذا كان الأساس من رمل هش لا يمكن يحدث أي بناء. أينما تذهب سيقال لك أن الأساس كان أساسا هشا وأساسا فاشلا. أما تسألني من أين جاء هذا الطمع، حقيقة كل أسرة تسأل نفسها من أين جاء الطمع. رأيت مشهدا تمثيليا وتأثرت؟ سافرت إلى دولة وتأثرت؟ قرأت كتابا وتأثرت؟ هناك أم تساعد على هذا؟ هناك أب يساعد على هذا؟ لا أدري. قد تكون الأسباب كلها كذلك، قد يكون بعضها، لا أدري. لكن النتيجة أن هذا الزوج لم يبني الاختيار على موازين صحيحة، وإنما موازين من الأول هشة. والزوجة أيضا لا تقبل بكل أحد، تقبل بعناوين محددة، والمال هو الحاضر دائما. ماذا ينتج؟ مودة غير موجودة، محبة غير موجودة، بل سيسعى الزوجان إلى عدم تكوين طفل أصلا، لأن يرى أن هذا المشروع هو مشروع مؤقت. سرعان ما يظفر بما يريد ولتذهب الزوجة، أو بالعكس تظفر ما تريد وليذهب الزوج إلى حيث. هذه حالة لو أنقل لكم الأرقام الإحصائيات أرقام مروعة إخواني بمعنى الكلمة. أنا أريد منكم شيئا الآن، أتكلم بهذا الموضوع أريد شيئا منكم. من جملة أيضا الأسباب عدم تفرغ رب الأسرة للبيت. حقيقة رب الأسرة في هذه الأزمنة للأسف الشديد غير موجود في الأسرة، حتى وإن كان في البيت هو غير موجود في الأسرة، منشغل بملهيات كثيرة ويترك البيت خلف ظهره. دخل إلى موقع ونسى نفسه ونسى ربه ونسى أسرته ونسى كل شيء، وقضى ساعات وساعات. يأتي صباحا إلى الدائرة إلى الوظيفة وعيناه لم يشبعا من النوم، فهو لا يهتم بالأسرة. الزوجة لا تهتم بالأسرة، فلا يشعران، التفتوا، لا يشعران بالانتماء إلى الأسرة، لا يشعران. وبالنتيجة الأولاد أيضا سيكون أولاد ضيوف أقرب مما أن يكونوا أبناء. فإذا كان كذلك الزوجان لا يشعران بقيمة هذا السكن ولا يشعران وجدانا بالمودة فيما بينهم، لأنه مشغول بشيء آخر. قطعا هذا الشيء الآخر مهما يكن ليس أفضل من أسرته، مهما يكن. هذه أسرة، وأنت أخذت وجوه القوم حتى تخطب، فلو لم تكن القضية مهمة لماذا زاحمت الناس؟ بمجرد أن تخطب، بمجرد أن تتزوج، أنت في حال والأسرة في حال. لماذا؟ لأن هذا المحترم غرق في أمور أخرى. فأين قداسة الأسرة؟ أين هذا الرباط الذي يسمى بالرباط المقدس؟ غير موجود.